اتخذوا هزوا ولعبا ذلك كان قوم لا يعقلون يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أرسل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا في الكفر وهم درجوا فيه الله بما كانوا يكتمون ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأهلهم تردد بئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون وقولهم الإثم وأكلهم السوء بئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أضاءوها ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تخشى القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله لا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ويمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة قال يقولان لهم انظر كيف نبين لهم آياتهم فانظر أنا يؤفكون وتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق واتبعوا
ويتولون الذين كفروا لبئس ما قدم لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوه أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم السيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم بما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا بالحق ونرجو أن يضلنا ربنا وهم الصالحين أصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تعرموا طيبات ما أعطى الله لكم فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إنا رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلمتم واحفظوا أيمانكم ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن دين الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله وأطيعوا الرسول واعلموا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعموا إذا ما اتقوا وآمروا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى الله عما سلف من أنت فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وإن لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة عيب صيد البر ما دمت حرما واتقوا الله الذي إليه ترجعون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغلائب ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون لا يستوي الخبيث
الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث والدولة لكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فأن تسألوا عند القرآن تبد لكم أفلا عنها ولا غفور رحيم. السلام من قبل وما أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله يهديكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم عن السبيل ولو كان ذا قربى ورهنتم شهادة لا إله إلا الله من الظالمين. وإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله شهادتنا حق من شهادتهما وما اهتدينا إنا إلى الله من الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واصبروا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يرفع الله الرسل أن يقولوا هذا حجكم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بالروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من عذاب ناصر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالته الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونفرح صدقنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت له ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به
أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فإنهم بما تكره أن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وعلى كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم وما كانوا به يستهزئون. أنمروا كما لنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعل لها رزقا بديما لذنوبهم أشرنا من بريق ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيدينا قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لولا أنزل عليه ملك وأنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلنا ملكا لجعلنا رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسلنا قبلك وحاق الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فذلك الفوز المبين. مسسك الله بذل فلا كاشف له إلا هو وإن يبتسم بخير فهو على كل شيء قدير. وهو الطاهر وهو عبادي وهو الحكيم الخبير. ولن شاء إن أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آيات أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قتلوا أنفسهم وهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنة إلا أموال والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
يهدوا لبعدوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى يوقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا ما فرنا فيها وما نحن أوزار ما ظهورهم وأسرع ما يدرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا يعقلون أن ظن إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبأ المرسلين كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون نزل عليه آية من الذي وإن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يهدي صراط مستقيم رأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتاكم ساعة غير الله تدون إن كنتم صادقين بل إياه اقتدون ويجب ما تدون إليه شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذنا فتنا فإذا هم مبلسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ورأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بأنزل كيف نصرف الآيات ثم نصدقون ورأيتكم إن أطاعوا عذاب الله فتتبعوا جنة يدرك إلى القوم الظالمون نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ربنا من هذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ما كانوا يكفرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وتدرهم أن تكون من الظالمين وكذلك فتنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من أجل وأذى فإنه غفور رحيم وكذلك وفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وإني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ولا
بما عندي ما تستعجلون به وإنا لله يغفر عما وخير الفاصلين ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها حبة في ظلمات الأرض ولا رمل ولا يابس إلا في كتاب مبين هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم وينبئكم بما كنتم تعملون وظاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون إلى الله مولاهم العافية لهم واسع الحاسبين ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر وضرا وغفلة الليل جئتنا لنكونن من الشاكرين يأتيكم منها ومن كل كرب وما هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون في قومك هو الحق ولست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل فتدري ما هو بالظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وأن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يقولون ولنذوق من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى هداتنا قل إنه ضلال والهدى وأمرنا بحسن رب العالمين وأقيموا الصلاة واتقوا وإليه تنشرون خلق السماوات وخلق الأرض ويقول كن فيكون قول الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وقال إبراهيم ألا تستوي وسامنا لأتني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل كوكبا قال هذا ربي فلما أفلح خلق الآخرين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلح لئن لم يأتني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون ولي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون
أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان أي الفريقين حق إذا كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه المعتركات من نجا إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين من عباس وذرياته وإخوانهم اجتبينا وهدينا إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء بآياتنا ويقول رجال ما كانوا يعملون الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء توكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله مقتدي ولا سبب عليه شيء وإلى وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وأنتم ما لم تعلموا أنتم ربكم ولله بدر في الأرض هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بها وعلى صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون يقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم أقم الذين زعمتم أنكم شركاء فأخذت بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج البيت من الحي ذلكم الله وأنا تؤفكون خالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك القدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع ونزل الآيات لقوم يحذرون فهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ضلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره ويدين في ذلكم آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم له بنين وبنات بغير ما وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض
يسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم يربهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله إذا جاء لا يؤمنون ونغلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآيات وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ولا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وسميع عليم تطع أكثرهم في الأرض يضلون عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم لا ينقصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين قد ذكر اسم الله عليه يهدي المؤمنين أمركم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ربك وأعلم بالمهتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يصفون سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم إن أطعتموه إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها يا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صار عند الله عذاب شديد بما كانوا يكفرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجال الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وفصل الآيات لقوم يتذكرون دار السلام عند ربهم وولي بما كانوا ونحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار وذاكم خالدين فيها إلا ما شاء إن ربك حكيم عليم وكذلك يولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا
يقل ربك بريك القرآن بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا ما ربك بغافل عما يعملون ربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء وما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الأرض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله وما يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذروا وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها لا يذكرون اسم الله ليغفران للخزي بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة أو فيه شركاء فيه مصائنا وكيم عليم وقتل الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله ابتلاء ولا يقدروا ما كانوا مهتدين هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أكبر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تضيفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أصحاب الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ولله غير الله فمن يضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الهوايا يا من ذلك جزيناهم ببغي وإنا لصادقون كذبوك فقل ربكم ذو الرحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا فسنا نعم الرجوع لا تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا ترسون حجة البالغة
الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم اعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا إن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله. وستبعنا سنجزي الذين يكذبون على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يكذبون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تزر كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وإذا أردتم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك لا يكون في ذلك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أهلكنا وجاء رسولا ويتبعهم عارضون إذ جاءهم رسولنا إلى أن قالوا إنا كنا ظالمين. الذي أرسل إليهم ونزل من المرسلين ولنقصن عليهم بما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. خفت موازينه فأولئك
خلقناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وما يكون لك أن تتكبر فيها إنك من الساجدين قال أولني إلى يوم يبعثون إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين من مسحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقهما إني لكما لمن الناصحين اللهما بغرورهم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنكما آتكما الشجرة أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقبيله بحيث لا ترون منا جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وتقولون على الله ما لا تعلمون أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ثم حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتبع وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم
نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أولونا فاتهم عذابا لمن من النار قال لكل ذنب ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم وما كان لكم علينا من فضل وذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. من جهنم يهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها كنتم تعملون. أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم رحمة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعونها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الحياة الدنيا واليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وخسروا أنفسهم وضل ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والقمر والنجوم مسخرات بأمره تبارك الله رب العالمين. تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. كما الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأتنا بما وآمنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك
نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ يا قوم إن أراك في ضلال مبين يا قوم ليس في ضلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أعلم من الله ما لا تعلمون أوعدتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا يا قوم إن عليك في سماوات وإنا لنظنك من الكاذبين ليس في سماوات ولكني رسول من رب العالمين صلوات ربي وأنا لكم ناصر أوعدتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم بالفضل فاستطاع فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها كالقدر لله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تطغوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل فيه مؤمنون قال الذين كفروا إنا بالذي آمنوا به كافرون قالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وقلنا تواصوا في دار النادمين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أتدرون الفائدة ما سبقكم بها من هدم العالمين إنكم لتأتون الرجال وتمدوا النساء ولا تخافوا مسرفون وما كان جواب قومه أن قالوا أخرجوه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون قالوا إن امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإذا فتنا معهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض لو تسعوا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تعبدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إن كنتم قليلا وكثركم انظروا كيف كان عاقبة المفسدين كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك في قريتنا ولتجدن في ملتنا خايا ولو كنا كارهين قد فتحنا على الله
كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء ما لا توكلنا ربنا تبيننا وبين قومنا بحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين يا قوم لا يتعدوا دائما إنكم إذا لخاسرون ومرة تبعثوا في دارهم جاهلين. الذين كذبوا شعيبا لم يغنوا بها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد رسالات ربي ونصرت لكم فكيف أعصى على قوم كافرين. أرسلنا في قرية من نبي إلا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فآمنا بما كانوا يكسبون. أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وانتهوا قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. من بعدهم موسى بآياتنا وظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على الله أقول على الله قد جئتكم ببينة من ربكم وأرسل معي بني إسرائيل. جئت بآية فأت بآية كنت من الصادقين. أصحاب فإذا هي ثعبان مبين يدعو فإذا هي بيضاء للآخرين. قال الملأ من قوم فرعون هذا لساحر عليم أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. أرجعوا وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا وإن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا موسى إما أنتم وإما أن نكون نحن الملقين. ألقوا سحروا أعين الناس واجتربوا وجاءوا بسحر عليم. يا موسى ألق عصاك فهي يتلقف ما يأفكون وقدر ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك وخافوا سامريا وهم يسعرون ساكتين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. إن إلى ربنا منقلبون. ما تقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا أما جعلنا ربنا بأهلنا ترى وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها ويجعل من الذي والعاقبة للمتقين. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويسلمكم في الأرض وينظر كيف تعملون. فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه إنما طائرهم عند الله
عجزوا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك كشفت عنا الرجل نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل كشفنا عنهم الرجل وبالغوا إلى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آيات قال إنكم قوم تجهلون واتبروا ما به وباطل ما كانوا يعملون يبيكم يا ورمضاكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر قال يا موسى إني اصطفيتك برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة قالوا أجدنا إلى ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما صمد في أيديهم ورأوا أنهم ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني فكادوا يقتلونني فلا تشرك بأناداني مع قوم الظالمين قال رب اغفر لي ويا أخي آتنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين الذين اتخذوا العجل سينالهم عذاب من ربهم ذلة للحياة الدنيا وكذلك نجزي المرسلين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها آمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ وفي نصرتها هدى
70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسعتم الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يتبعون لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمتي يدعون بالحق وبه يعدلون. فقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم عدة وظلمات حتى يأكل الذي وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم أرسلنا عليهم من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين آمنوا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أن يسوموا سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أملنا بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا حقا ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. والذين يمسكون وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين. وإذ نتقنا الجبل وظنوا أنه واقع بهم